لأن بدون ذلك التحرير كانت الهوامش المالية اللي غادي توجه للاستثمارات ستكون ضئيلة وناقصة. من 2015 نفقات المقصة خدت لنا 175 مليار. الفقراء اللي من أجلهم خلقت المقصة ما استفدوا إلا ب20%، والميسورين الذين لا علاقة لهم بنظام المقصة استفادوا بالثلثين. السؤال واضح والاختيارات واضحة. كاين واحد الاختيار نقولوا دي غادي نخليو النظام ديال المقصة وباسم الفقر والفقراء نصرفوا المليارات دون أن يروا الأثر الكامل لهذه المليارات على حياتهم. الاختيار اللي نهجته الحكومة قالت ودي أنا من هنا حتى لنهاية الولاية ما غاديش نحيد النظام ديال المقصة، ولكن سأعمل على تسقيف الأسعار. غادي نزيد بواحد الأقدار في المواد اليوم الهدا اللي كتدعم، وفي الجانب الآخر هاد المواطنين غادي يستفدوا من دعم مباشر يساوي أضعافا مضاعفة تكلفة هذه الزيادات المحدودة من هنا ل 2026 في المواد المدعمة. هذا هو الاختيار ديال الحكومة دارته. واش هذا الاختيار ما فيهش رأي آخر كيف قال السيد الوزير؟ كاين دليل على أنه في ظرف 30 سنة كان واحد الاختيار سياسي، وهو أننا نحيدوا الدعم نتاع المواد السائلة. وقلت فيه رأيي وأعيده، لأنه المواطن المغربي اللي خصو الدعم، اللي عنده وضعية نتاع الهشاشة، ما تيستهلكش 3 د البوطات ونص اللي تدعمهم الدولة. تعرف هذا هو الكونستا. الدولة اليوم الكل فويي تتخلص 3 د البوطات ونص. 3 د البوطات ونص الوضع اش فيه؟ واحد تاكل وتيستهلك واحد البوطة، واحد تيستهلك 6. دونك وباسم هذاك الواحد اللي فقير ويستحق الدعم كنوجهوا الدعم لواحد اخر اللي تياخذ 6. هذا هو الواقع نتاع المقصة. واش نصلحوه ولا ما نصلحوش؟ نقولوا الحقيقة كما أتيت وكما خصها تنزل. هذا هي المقص. نجي للتضريب. دابا انا غير بغيت نعرف هاد الضرائب اللي زدنا فيها شنو هي. الماء هبطنا من 7 ل0. السيد الرئيس قال لك اودي جبتيو وتلاقيتيو وفعلتيو. دابا كيفاش غادي نتعاملوا في التعامل بين المؤسستين؟ واش في واحد البناء ايجابي؟ انا شخصيا درت 2 الاجتماعات مع الفرق الاغلبيه والمعارضه. 2 الاجتماعات. في الاجتماع الاول حضروا ليه كل الساده النواب من مختلف الفرق، وفي الاجتماع الثاني تعذر على بعض الرؤساء الحضور. وكانت نيتنا هو أننا التقطوا الإشارات الإيجابية ونتفاداو واحد لا بيرسيبسيون على أننا بصدد ضرب القدرة الشرائية، ونصلحوه بكل جرأة وبتلقائية. الخلاصة ديال القول اليوم الماء هبط من 7 ل0. دوك ما قلنا حتى حد ما قالوا دير الماء الثمن تاعو خصو ينقص ب7%. هذه هي الحقيقة. هذا هو هذا الشيء اللي خصنا نقولوا للمواطنات والمواطنين. الكهرباء ما غادي يتزاد فيه حتى درهم حتى ريال لسبب بسيط. لا غادي نجاوبك على ما سيقع في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله. دابا في الكهرباء أنا كنقول لك المشروع ديال القانون ما فيهش زيادة. تحدثتم بإسهاب عن الشاي،
دابا اش من شاي كنا كنتحدثوا عليه؟ واش هذا اللي كناخذوا في المغرب في الطاوله المغربيه؟ هبطناه من 32 ونص ل 30، الثمن تاعو خصو ينقص بجوج ونص. غير شرحنا وقلنا يا ودي ديك الزوج ونص معطيه للناس اللي تيجيبوا اتاي اون فراك وخصهم يديروا له التعليب في المغرب، ما يبقاوش يجيبوه لنا بواطات صغار ويبيعوه لنا في السوق مباشره ويستافدوا بزوج ونص، باش ندعموا الصناعه المحليه في حدود معينه. دونك فينا هو الارتفاع نتاع اتاي؟